أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وسع على كل من وقف في جمال وجود عليه بالنعم.
صدق الله العظيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو وأنا أتلو فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون تلك آيات الكتاب
صدق الله العظيم. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه. الوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. من سورتي النمل والقصص. قارئ العمد وقطب التلاوة الشيخ كامل أحمد شعيل يهب ثواب التلاوة إلى روح العالم والعلم ابن مشيخة الأزهر الشريف وابن الإذاعة المصرية وابن نقابة قراء مصر وابن المناجاة بمركز الحسنية. العزاء لنا جميعا في مصابنا الجلل. هذا العلم والعالم الشيخ إبراهيم محمد عبد الغني الذي كان يمتع الآذان بجمال صوته ورصانة أحكامه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وكما قلت لحضراتكم أننا ما زلنا في انتظار عمالقة الإذاعة، وفي مفاجأة الليلة إن شاء الله ستصل إلى المكان بعد قليل أن يسر الله له الطريق في شوق لسماعه واشتياق له، تكريم لسيدنا الشيخ إبراهيم عبد الغني رحمه الله. أما الآن مع الدعاء والابتهال رابطة المبتهلين بالإذاعة والتلفزيون العربي مع علم إن كان قارئا فهو بارعا وإن كان مبتهلا فهو متميزا. القارئ الدكتور أحمد محمود خاطر المبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي. أتمنى من الله عز وجل أن نقرأ جميعا الفاتحة على روح العالم الجليل وأستاذنا الشيخ إبراهيم. الفاتحة.
فارحمه يا أدخله الجنة بسهم يا حبيب فراقك يا شيخ إبراهيم لهيب رمى نفسي بسهم يا حبيب فصوتك في القرآن أنار روحي فصوتك في القرآن أنار روحي ونفسك بين جنات تطيب حقا يا حبيب رحلت عنا حقا يا حبيب رحلت عنا حقا أنت في القبر غريب يؤانسك كلام الله دوما يؤانسك كلام الله دوما وصلاة نبينا عليك طيب دموع الناس مثل النهر تجري دموع الناس مثل النهر تجري دموع الناس مثل النهر تجري وهذا النهر في قلبي صبيب يموج بمقلتي فيفيض شعارا إلى عبد الغني هذا حبيب وكيف يموت وكيف يموت وكيف يموت مشكاة منير وهذا النور في بلدي قشيب أإبراهيم 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 أنت
فأنت لكل مشتاق قريب. إبراهيم أنت بكل نفس فأنت لكل مشتاق قريب. سألتك يا إله العرش فارحم. سألتك يا إله العرش فارحم. فأنت لمن دعا رب مجيب. سألتك يا إله العرش فارحم. سألتك يا إله العرش فارحم. سألتك يا إله العرش فارحم. فأنت لمن دعا رب مجيب. وصلي ربنا على المختار دوما. وصلي ربنا على المختار دوما. أنت الرحمن. أنت الرحمن. أنت الرحمن. أنت الرحمن الرحيم المجيب. اللهم اغفر له وارحم. اللهم اغفر له وارحم. اللهم اجعل يا ربنا بكل حرف قرأه قصرا له في الجنة. اللهم اجعل يا ربنا له بكل حرف تلاه لوجهك له قصرا في الجنة. أكثر يا ربنا من زوجاته من الحور العين. واجعله يا ربنا ممن يرقى بكلامك يا كريم. إن شاء الله. لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. المبتهل المؤثر في رسائه الشيخ الدكتور أحمد محمود خاطر المبتهل بالإذاعة المصرية يهب هذه الكلمات والدعوات نورا على روح فضيلة مولانا الشيخ إبراهيم عبد الغني. أشكر باسم الصديق الوفي ابن القرآن وحبيب أهل القرآن حاج عبد السلام الطحاوي الذي بذل مجهودا كبيرا في هذا اللقاء. العلم الصديق الوفي والشقيق للشيخ إبراهيم عبد الغني الشيخ سيد صالح المعملي أشكره على تنسيق هذا اللقاء والدعوات للسادة القراء سيدنا الشيخ سيد هنداوي وعموم أهل المناجاة قاطبة الذين وقفوا عن بكرة أبيهم يتقبلون العزاء في هذا العلم والعالم فقيد الشباب وفقيد الأزهر وفقيد دولة التلاوة القارئ الشيخ إبراهيم محمد عبد الغني رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. أشكر أيضا المهندس النقراشي البياضي صاحب أسطول الفراشة بجزيرة سعود
على هذا القصر المشيد الذي يليق بهذا المقام. أدعو فضيلة القارئ الشيخ عبد السلام فؤاد ابن مركز أولاد صقر إلى منصة التلاوة ليتلو من آيات الله البينات.